لو معاك 10% من ثروه ايلون ماسك هتعرف تصرفهم؟ تعال نحاول نصرفهم كده مع بعض ونشوف هنعرف ولا لا. ثروه ايلون ماسك 356 مليار دولار، يعني ال 10% بتوعهم 35 مليار دولار. هتاكل كل يوم عند قصر الكبابجي وهتتعشى عند قدوره؟ قول يا عم هتاكل في اليوم ب 30,000 جنيه لمده 100 سنه. هتشتري 10,000 ايفون 16 برو ماكس عشان لما تتعصب ولا حاجه وتكسر واحد يبقى عندك تاني. هتشتري 100 عربيه ما بين بقى فراري ورولز رويز، العربيه الواحده ب 40 مليون جنيه. وهتشتري يا عم 100 قصر عشان تبدل فيهم، مش عارف ازاي يعني، القصر الواحد ب 500 مليون جنيه. وهتشتري 1000 ساعه رولكس عشان تبدل فيهم، الساعه الواحده بمليون جنيه بس. وطبعا لازم تشتري طياره خاصه، طياره واحده بس لا 10 طيارات عشان الصحاب والقرايب وكده. الطياره الواحده ب 50 مليون دولار. ونشتري كمان 10 يخوت، افرض عايز تسافر بالبحر، اليخت برضه ب 50 مليون دولار. طيب خلصت؟ لا انا عايز اشتري نادي كره قدم. تشتري نادي بيراميدز؟ لا يا عم انا بشجع ليفربول. خلاص يا عم نشتري نادي بيراميدز ونادي ليفربول، برغم ان ليفربول مش في مصر يعني. الاثنين مع بعض سعرهم 4.5 مليار دولار. حاسس انك عايز تشتري فندق على النيل؟ ماشي يا عم، اجمد فندق على النيل هنشتريه ب 50 مليار جنيه. سمع حد بيقول لي نفسي انتج فيلم سينما، فيلم واحد بس ننتج 10 افلام سينما يا عم، والفيلم الواحد ميزانيته 500 مليون جنيه. نفسك في حاجه تاني؟ لا خلاص كده فل قوي. انت عارف انت كده صرفت كام؟ كل ده ما كملش 8 مليار دولار، واحنا اصلا كنا عايزين نصرف 35 مليار دولار اللي هم 10% من ثروه ايلون ماسك، يعني كل ده ما كملناش 3% من ثروته. مهما كان معاك فلوس ومهما صرفت، في الاخر هتفضل برضو الفلوس مجرد ارقام على ورق، وفي الاخر هتفضل تدور على المعنى الحقيقي للسعاده. عارف ايه المعنى الحقيقي للسعاده؟ زي ما بتفكر في نفسك فكر ازاي تساعد اللي حواليك، ساعتها هتعرف معنى السعاده بجد. انا سامي صمويل، وما تنساش تعمل فولو.